وخلص كاس العالم وراجعين تاني بقى لفانتسي الدوري الانجليزي، متعة الدوري الانجليزي والسبت الممتاز. اي نعم، في كاس العالم كان تقريبا كل يوم ممتاز، كل يوم قاعد تشوف بص شوية ماتشات جامدة كده. البرازيل وكرواتيا، الارجنتين بتلعب هولندا، كرواتيا والمغرب. ماتشات كلها بصراحة يعني مستوى تاني وليفل جامد وليفل عالي قوي من الحماسة. بس الدوري الانجليزي مش ناسينا برضو، وراجعين في فترة حلوة قوي بصراحة. راجع في الفترة اللي هي الاسبوع ال 17 اللي هتبقى يوم 26، وبين يوم 26 ويوم 2/1 دول 3 جولات هيتلعبوا. عندك الجولة ال 17 وال 18 وال 19 كمان. يعني الدوري الانجليزي بيمسي وبيقول لك ما تنسانيش برضه انا موجود. اي نعم، الواحد صراحه كان مرتاح من خوازيق بقى واللعيبه والكابتن. طب كابتن مين؟ طب مين الجوله الجايه؟ طب هنعمل ايه؟ طب اختار مين؟ والكلام ده كله. قاعد بقى بتتفرج على كاس العالم ومروق حالك وايه وخلاص، وبتتفرج على الكوره من اجل الكوره. لا انت مستني اللاعب بتاعك يعمل جول، ولا الحارس بتاعك يصد ضربه جزاء عشان تكسب والكلام ده كله. ولكن برضه بيظل في حته كده ناقصه، وهي خوازيق الدوري الانجليزي. ازاي يا جماعه هنعيش من غير خوازيق الدوري الانجليزي؟ لا نرجع بقى تاني ونلعب بقى، نرجع تاني ونفتح لعبه فانتسي الدوري الانجليزي، وادخل واعمل لوج ان على الاكونت بتاعك. زمانك يعني بص نسيت كل حاجه ونسيت اللعيبه ونسيت كل حاجه. في حلقه النهارده طبعا هكلمك على تشكيلتي. ان شاء الله مش هتبقى حلقه طويله باذن الله، هتبقى حلقه كده سريعه، وهيبقى ان شاء الله في حلقه اختيارات الجوله والكباتن. بس النهارده هنكتفي بان انا اقول لك تشكيلتي الجديده للجزء الثاني من الموسم. والناس اللي ما تعرفش في وايلد كارد مفتوحه دلوقتي، تقدر انك انت تفعلها وتغير فريقك كله اللي كان قبل كاس العالم وتشتري لعيبه جديده من غير اي سوالب. فدي نقطة جامدة جدا بصراحة. أنا شايف إن هيحصل تغير كبير قوي في اللعيبة، ولكن هنمسك في اللعيبة برضو لسه اللي ماسكة فورمات واللي فرقها ماسكة فورمة زي ما احنا متعودين نعمل، يعني علشان خلينا في السيف اوبشنز مؤقتا لحد ما نعرف اللعيبة راجعة من كأس العالم عاملة ازاي. خلينا بقى نروح نتكلم على اختياراتي وتشكيلتي للاسبوع 17 من فانتسي الدوري الانجليزي. طبعا حابب ان انا انبه ان التشكيلة دي مش نهائية، وارد ان يحصل فيها تغييرات، وعشان تتابع كل التغييرات اللي بتحصل تابعني على تويتر وعلى البيج بتاعتنا على الفيسبوك. هتلاقي لينكات الاكونتات بتاعتنا تحت في الديسكريبشن. وطبعا ما تنساناش باللايك والسبسكرايب. ويلا بينا بقى نبتدي في حلقة النهاردة. وانا بختار فرقتي للفترة الجاية، خلي بالك هراعي كام نقطة. اولا ان في دبل جيم ويك في الاسبوع ال 19 وال 20، وانا اكيد دلوقتي في الجوله ال 17 لازم اعمل حسابي شويه على لعيبه مثلا من الفرقه دي. والله ممكن اجيب كذا حد ان هو يتالق عندي علشان الجوله دي، وخصوصا ان في كذا فرقه هقول لك عليهم دلوقتي عندهم ماتشات حلوه. عندك اليونايتد والسيتي وارسنال وتشيلسي، الفرق دي كلها عندها ماتشات حلوه يمكن في الثلاث او 4 ماتشات الجايين. اما بقى الفرق اللي هتلعب دبل، عندك فولهام هيلعب دبل، عندك تشيلسي هيلعب دبل، مانشستر سيتي هيلعب دبل، وتوتنهام كمان هيلعب دبل. كل دي فرق تخلي بالك وانت بتختار. والله يا جماعه، طب انا ليه ما اروحش للاختيارات دي؟ ممكن تفرق معايا جامد قوي، وخصوصا انك انت بتبص لقدام وانت بتحط تشكيلتك. ابص على 3 4 جولات جايين، ده انا معايا والد كارد، ليه لا؟ نبتدي بقى في اختيارات التشكيله، واول واحد هو كيبا انا شايفه حارس حلو قوي. انت بتتكلم في 4.5. لو هو جاهز، هو عليه علامه، يعني عليه علامه صفرة كده ان هو وارد يكون مصاب، ولكن احتمال ان شاء الله كبير ان هو يلحق الماتش. بس خلينا نتكلم بدايه كده، لازم يكون عندك حد من تشيلسي. ليه رهانك يا عم على الكلين شيت؟ لو ما كانش كيبا هقول لك مثلا روح والله لجيمس، روح للناس دي كلها، بس لازم يكون عندك عنصر كلين شيت من تشيلسي. وانا شايف ان كيبا لو هو جاهز اكيد طبعا انا هجيبه واسيبه عندي في الفريق.
اما تاني واحد وهو وورد حارس رخيص 4-1. ومؤخرا ليستر سيتي استعادوا صلابتهم الدفاعيه. يمكن اول ماتش برضه هيلعبوا نيوكاسل، ولكن انت بتستفيد من وورد ان هو اساسي وب4-1، والفرقه دي بتقدر ان هي تجيب كلين شيتس كتير. ويمكن في الاربع او الخمس ماتشات الناس بقى اللي جابت وورد ووقفته اساسي، والناس اللي جابت عنصر دفاعي من فريق ليستر سيتي. انا شخصيا كان عندي كاستاني، والراجل بصراحه ظبطني 5 في 6 في 11 في 10. بص اتظبطت في اخر كام جوله وكان ديفرنشال. فرهانك على كلين شيت لفرقه ليستر سيتي هيفرق معاك بشكل كبير، وهيكون ديفرنشال قوي جدا معاك. نروح بقى لاختيارات خط الدفاع. لازم الاسمين دول يكونوا عندك. جواو كانسيلو يا جماعه باك برتبه وينج مثلا، وينج ويمكن كمان مهاجم من الاتاكينج ريتيرنز اللي بيجيبها. غير ان كمان مانشستر سيتي من اكتر الفرق اللي بتجيب كلين شيتس، وكانسيلو بيجيب اتاكينج ريتيرنز كتير سواء اهداف اسيستات. غير كمان ان احنا اتكلمنا على ان ماتشات مانشستر سيتي سهله، وكمان النقطه المهمه ان هم هيلعبوا في دبلات جايه، فليه لا ما تجيبش عندك كانسيلو. اما تاني اوبشن طبعا وهو تريبير. لازم اقول لك تجيب تريبير. انا هجيب تريبير، انت هتجيب تريبير، كل الناس هتجيب تريبير. الراجل ده اكتر لاعب جايب نقط في الفانتسي كمدافع، يعني اضافه ممتازه لفريقك. وطبعا يعني هتتعور جامد قوي، لان الراجل ده بيجيب كلين شيتس وبيجيب اسيستات، وغير فورمه نيوكاسل الاستثنائيه لحد دلوقتي صراحه في الدوري. والراجل ده بتلاقي منه ان هو والله بيعرف يجيب فاولات، بيعرف يجيب لك اسيستات. هتلاقي اي ماتش هيقفل باسيست او جول، وطبعا هياخد بونص وانس ان الراجل ده جاب اسيست ولا حاجه. حتى لو ما جابش كلين شيت بتلاقي على الاقل تريبير ده واخد 2 بونص. فلازم يكون عندك غير الاونر شيب طبعا العاليه جدا ليه تريبير في الفانتسي. اما اللاعب رقم 3 في خط الدفاع وهو هيكون ويليام صليبا. بصراحه انا شايف صليبا ده انا كسبان فيه جامد قوي، ومش ناوي ابيعه. لو انت ما تقدرش انك انت تشتري صليبا لا روح مثلا هات حد زي بين وايت، والله الراجل باك واساسي وهيجيب لك برده شغل. ولكن صليبا مدافع كويس قوي بياخد بونص، وكمان بتلاقي منه اتاكينج ريتيرنز. ليه لا بيطلع يخبط هيد يجيب جول. اما بقى لو انت مثلا مش عايز تجيب صليبا، والله بين وايت كويس، عندك جابرييل. بس انا صراحه مع صليبا يعني يمكن صليبا ده انا جايبه بكام ب4.5 ودلوقتي سعره عدى ال5 مليون، فانا مش ناوي ان انا ابيعه يعني. اللاعب بقى رقم 4 وهو كاستاني. زي ما كلمتك كاستاني في اخر كام ماتش ليستر سيتي رجعوا يمسكوا نفسهم دفاعيا، والراجل ده بيجيب كلين شيتس وبيجيب اتاكينج ريتيرنز. كان في ماتش انا فاكر ان هو جاب اسيست وجاب كلين شيت وخد 3 بونص، فكان مظبطني جامد الماتش ده. فاعتمادك على كاستاني مهم جدا في الفتره دي. برضه هيكون ديفرنشال قوي معاك، يمكن مش مع ماتش نيوكاسل ولا ماتش ليفربول. يعني انت عندك ليستر سيتي عندهم نيوكاسل وبعدين ليفربول، بعد كده ماتشاتهم بقى هتحلو وهتبقى كويسه. فخلي عندك عنصر من ليستر سيتي في الفتره دي. ويمكن قدام نتكلم على جيمس ماديسون واتاكينج ريتيرنز اكتر من اسيتس هجوميه يعني لفرقه ليستر سيتي. اللاعب بقى رقم 5 والله انا بفكر في حد يعني مثلا زي دالوت. مانشستر يونايتد داخلين كام ماتش جايين حلوين جدا، يمكن نلاقي اتاكينج ريتيرنز من دالوت، ويمكن كمان نلاقي كلين شيتس، لان ماتشات مانشستر يونايتد الى حد ما كويسه. هنتمنى طبعا ان هم يحافظوا على صلابتهم الدفاعيه. لو انت مش عايز تروح لدالوت ممكن عندك يا عم، وعايز حد رخيص كده في الحنين، عندك بيترسون الباك بتاع فرقه ايفرتون. هو يعني يمكن ميزته الشديده قوي ان ايفرتون دفاع قوي جدا، هم هجوميا مش احسن حاجه ولكن دفاعيا حلوين، بيقدروا ان هم يقفلوا كويس. واحد من اقوى الدفاعات، بيجيبوا كلين شيتس بس مش كتير، بس هم دفاعيا جامدين، فرقه بتعرف تقفل كويس. خط النص بقى انا هعتمد على ساكا قدم كاس عالم حلو قوي، واظن ان هو الفتره الجايه مع ارسنال هيختلف اداؤه تماما، وهيبتدي بقى ان هو يظهر اكتر، وهيبقى من اللعيبه المؤثره جدا، وهتلاقي اتاكينج ريتيرنز كتيره منه. وهروح طبعا لفودن وراشفورد. زي ما اتكلمنا ان مانشستر سيتي
ومانشستر يونايتد الاثنين عندهم ماتشات كويسه، ومانشستر سيتي يعني يفضل انك انت تجيب حد تاني جنب هالاند، لان مش هتتميز قوي وهالاند، ما هو وانت عندك هالاند بس، هالاند طبيعي ان هو عند كل الناس، فانت مثلا يكون عندك فودن مثلا او دي بروين في خط النص عشان تتقل شويه فرقتك. اما رابع اوبشن وهو ويلفريد زاها. زاها شايفه اوبشن قوي، ماتشات كريستال بالاس برضو حلو، هو المين مان بتاع فرقه كريستال بالاس، واظن ان زاها لو لعب سترايكر هيبقى مهم جدا، غير ان هو كمان بيشوط ضربات الجزاء لفرقته، فاعتمادك على زاها اظن هيكون اساسي معاك بشكل كبير. اما اخر واحد وهو هيكون الراجل ده سيلفا ب4 و2، اوبشن والله لطيف، يعني انا جايبه كده كمالة عدد. لو انت مش عايز دا سيلفا ممكن تروح لاندريس بيريرا، الراجل برضو ب4 و6 من فرقة فولهام، وفولهام عندهم ماتشات دبل في الفترة دي، وكمان الراجل ده بتلاقي منه اتاكينج ريتيرنز 4 و6، وهتلاقي منه اسيست، هتلاقي منه جول، الراجل يعني صراحة شغال مش بيقول لا. نروح بقى لخط الهجوم، وش كده بص، مبدئيا لازم يكون عندك هالاند وميتروفيتش، دول اساسيين معاك. طبعا هالاند هداف الدوري، مفيش ماتش يعني مش بيجيب له جولين 3 عادي، يعني كاجوالي كده تلاقي هالاند جايب له جولين 3 ما بيهمتش. وميتروفيتش بصراحه هو كونسيستنت، رغم ان انا زعلان قوي ان انا بقول الكلمه دي ان ميتروفيتش كونسيستنت، ولكن هو ارخص لاعب كونسيستنت موجود في اللعبه، غير كمان ان هو بيشوط ضربات الجزاء، فمهاجم حلو انك انت تجيبه عندك. اوبشن من رقم 3 ده انا شخصيا يعني هتخلى عن هاري كين، هروح لداروين نونيز. داروين نونيز اللي يعني في اخر كام ماتش كده في الدوري الانجليزي قبل طبعا توقف كاس العالم، الراجل ده كان مفجر الدنيا، كان مفجر الدنيا بدون نقاش، وانا اتكلمت عليه في حلقه الجوله ال16 لو انت تفتكر، يمكن من شهر ونص، ان الراجل ده لازم تجيبه عندك في الفريق، ولسه كمان الاونر شيب بتاع داروين نونيز ما عليتش قوي، فممكن تجيبه عندك في الفريق، وخصوصا ان صلاح مش احسن شيء الفتره دي، ولكن داروين نونيز صاحي وهتلاقي منه اهداف كتير ان شاء الله في الفتره دي، ويعني لازم اعتمادك. انا شايف صراحه داروين نونيز صفقه حلوه جدا ولاعب جامد، يعني هيفرق معاك قوي، ولسه الناس مش هتهتم ان هي تجيبه في الوقت ده. دي كانت حلقتنا طبعا، ويلا فانتسي وفريقي للفتره اللي هي الاسبوع 17 طبعا بعد كاس العالم. قول لي تحت في الكومنتس ايه رايك في التشكيله، قول لي طبعا برضو انت تشكيلتك عامله ازاي، ولو عندك اي استفسارات عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس، وما تنساناش طبعا باللايك والسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، ويلا فانتسي.